ضيفي وضيفكم اليوم هو السيد المحجوب السالك، هو من مؤسسي جبهة البوليزاريو والمنسق العام لتيار خط الشهيد داخل الجبهة وإن كان منشقا عنها. سيد المحجوب أهلا بك، شكرا لحضورك معنا. شكرا. سوف نحاول خلال هذه الحلقة أن نتعرف أكثر على مسيرتك وعبرها ربما على جبهة البوليزاريو وعلى هذا التيار المنشق وهو تيار خط الشهيد. محجوب السالك، أنت من مواليد 21 من نوفمبر 1952 شمال 56 عفوا شمال شرق مدينة العيون، وكنت من بلدة اسمها الحقونية أليس كذلك؟ حدثنا بداية عن العائلة التي ازددت في كنفها وترعرعت فيها. شكرا جزيلا على الاستضافة. وفي الحقيقة مسيرتي مليئة بالمعاناة والآلام والدموع والمآسي كمعظم الصحراويين. في الحقيقة أنا ازددت في الحقونية، والحقونية هي أصلا مدينة معروفة بالاستقامة وجاي من كلمة الحق والنية. الحق والنية وأصبح يقال لها بالحسانية الحقونية. ازددت في البادية الحقونية، واصلت تعليمي الابتدائي تحت الخيام بالألواح كما كل الصحراويين. والدي رحمة الله عليه كان في الجيش التحرير، ولما انتهى جيش التحرير في 1958 انضم الى الجيش المغربي كآلاف الصحراويين الذين كانوا في جيش التحرير. وبعد ذلك في 62 بالتمام والكمال تأكد على ان الوقت لم يعد وقت الباديه ولم يعد وقت المواشي والابل والغنم، بل اصبح وقت العلم والدراسه. فخرجنا من الحقونيه وتوجه بنا الى مدينه طنطان، حيث سنبدا دراستنا من مدينه طنطان. ومدينه طنطان هي المدينه التي تعلمت فيها الالف والباء في اول مدرسه في مدينه طنطان. يعني في هذه الفتره كنت مغربي الجنسيه مع العائلة؟ قبل المعهد في الحقونية كنت إسباني الجنسية. لما دخلنا لطنطان كنت مغربي الجنسية ككل صحراوي موجودين في طنطان، ووالدي له الجنسية المغربية وهو كان في الجيش المغربي. في الجيش المغربي. طيب أنت دراستك الابتدائية والإعدادية كانت بطنطان بالفعل، وسوف تنتقل بعدها إلى مدينة أكادير. نشاطك السياسي واهتمامك بالسياسة جاء مبكرا خلال فترة الدراسة الطلابية، كيف تم ذلك؟ هو في الحقيقة أول نظرة سياسية ثارت انتباهنا هو الانتفاضة اللي وقعت في الصحراء الغربية بالعيون بزعامة محمد سيد إبراهيم باصير رحمة الله عليه في 17 يونيو 1970. هذه أثارت فينا انتباه على أننا لدينا أرض فيها استعمار، ومن المفروض أن بين النشطاء الصحراويين والجيش الإسباني أن يجب أن نفكر بأن لدينا أرض عليها الاستعمار الإسباني، والسياسة وتنظيمها تعلمناه كذلك من خلال ثانوية، من خلال المد الثوري التحرري في ذلك الوقت في المغرب في بداية السبعينيات، إلى أن جاء الولي رحمة الله عليه الذي هو مؤسس البوليزاريو والتقى بنا في طنطان وعقد لنا أول اجتماع أتذكر في شهر يناير 1972. ومن ذلك الوقت أخذت علي الصحراء والنزاع الصحراء كل كياني، وأصبحت بالنسبة لي الثورة هي كل شيء. لهذا حتى أني تخليت عن دراستي وتخليت عن والدي وعائلتي من أجل ما أشاعه لدي الولي من أفكار مبنية على أساس رفض استغلال الإنسان لأخي الإنسان، والثورة من أجل أن يعيش الصحراوي كرماء بعد عن الاستعمار الإسباني. هذه الحركة التي تحدث عنها في يونيو 1970 بزعامة محمد سيد إبراهيم باصيري كانت بين نشطاء صحراويين كما قلت والجيش الإسباني، وقتل فيها باصيري وعمره لا يتعدى 28 سنة. وسنرى ذلك مع الولي مصطفى السيد، كلكم صغار السن، يعني 28 سنة هنا يقتل فيها الباصيري، وبعد ذلك حتى الولي مصطفى السيد كان شاب يعني في العشرينيات. وأنت تتحدث عن متابعتك لهذه الأحداث وعمرك هنا 14 و 15 سنة. 15 سنة بدأت في. طيب لماذا صغر السن لدى كل هؤلاء الشباب الصحراويين لديه؟ في الحقيقة لأن هذا الشباب الصغار هم أول من تعلم ودرس في المدارس المغربية. ما قبلنا لم نكن ندرس، كنا مجموعة من رعاة الإبل والغنم وأهل البادية، القراءة فينا قليلة، ومن يقرأ قليل من القرآن لكي يعرف به الصلاة، أو مجموعة من المختصين يتطورون في الفقه. بين هذا الجيل ما بعد جيش التحرير أو جيل أبناء جيش التحرير هو أول من دخل المدارس المغربية، وبالتالي أصبح مثقفا وأصبحت لديه حرية التفكير والتعبير. والولي مصطفى السيد كان من هذو الناس، والرفاق اللي كانوا معه قرأوا في الجامعة في الرباط كانوا من أبناء جيش التحرير ووزارة الصحراء وموريتانيا
الثانيه التي وفرت لهم منح للدراسه في الجامعات المغربيه، هما كان لديهم هذا الفكر وجاوا نشروا فينا نحن الشباب في الثانويات، ونحن كنا شباب مراهقين صافي بدات الامر بالنسبه لنا الثوره ولا شيء غير الثوره، والثوره الان او ابدا. لهذا كان عندنا هذيك العقليه الثورة، وهي ثورة العقلية الثورة وعقلية الأفكار الثورية التي أعتبرها أفيون للشعوب هي التي دفعتني أن أتخلى عن دراستي وعن والدي وعن عائلتي وعن كل شيء. طيب، قبل أن تتخلى عن الدراسة كنت إذن في هذه المدارس المغربية، كيف كانت نظرتك إلى المغرب آنذاك؟ يعني أنت شاب مغربي كما قلت، يعني في تلك الفترة على الأقل، وتعلمت في هذه المدارس، وجاءت هذه الحركات الطلابية داخل هذه الجامعات والمدارس المغربية. تماما. في المغرب كنا ننظر إلى المغرب على أننا النظرة الثورية، النظرة اليسارية، أننا لا بد من تغيير نظام، لا بد لنا من الثورة، لا بد لنا من تغيير نظام، وصفقنا للانقلابات العسكرية التي بالنسبة لي الآن وأنا بهذا العمر كانت فضيحة، كانت مهزلة، لكن صفقنا لها بعقليتنا ديال المراهقة في ذلك الزمن. والأفكار الثورية تعلمناها من الجامعات المغربية، الاتحاد الاشتراكي، منظمة الأمام، منظمة 23 مارس، هذو هم اللي تعلمنا من الأفكار الثورية، وهو اللي تعلمنا من السياسة قبل أن نتوجه إلى الصحراء. وجاءت قضية الصحراء، لهذا تفرغنا إلى النظر فقط إلى الصحراء، وكيف علينا أن نطرد الاستعمار الإسباني من الصحراء. وقلت مرة أنك كنتم تطالبون المغرب بمساعدتكم لتحرير الصحراء. تماما. من الولي لما أسسنا في 72 لما أسسنا ما يعرف بالحركة الجنائية لتحرير الساق الحمراء والذهب، قمنا بمظاهرات في طنطان. هذه المظاهرات كنا نطلب شعارنا فيها واضح: بالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح. شعارنا واضح: اسبانيا تخرج برا والصحراء تصبح حرة. وطلبنا من المغرب مساعدتنا لتحرير الصحراء. هنا نتحدث عن أي سنة؟ 72 مارس 72. لما لم يستجب معنا المغرب أعدنا المظاهرات في 5 ماي 1972، لأنه 5 ماي يوجد مجار في مدينة طنطان، يجوا الصحراوي من الصحراء ومن الجزائر ومن موريتانيا ومن جنوب المغرب. عندنا المظاهرات كذلك نفس الشيء، نريد من المغرب أن يساعدنا لتحرير الصحراء. المغرب لم يكن ذكيا في ذلك الوقت، لو كان المغرب ساعدنا ما كانت البوليزاريو موجودة. المغرب لم يساعدنا، المغرب سجننا وعذبنا وقال لنا إذا حبيت تحرروا الصحراء روحوا لها، مشيرا إلى الجنوب. تقول أنكم اجتمعتم ببعض الأحزاب السياسية المغربية، وأن خطأهم الذي أدى إلى تأسيس جبهة البوليزاريو هو أنه قالوا لكم دعوا السياسة للكبار. في نوع ما. تماما. هم لما اتصلنا عبد الرحمن بوعبيد وعلي يعتى قالوا خلوا السياسه المواليه. هؤلاء زماء اشتراكيين في المغرب، ذلك الوقت، يعني لهم يعني من القاده السياسيين، لكن في نفس الوقت التقينا حتى على الفاسي صاحب الاستقلال، قالنا روحوا كافحوا لنا نفاوض بس. وعندما تقول التقينا به، من الذي التقى بهؤلاء؟ لا الولي رحمه الله عليه. نتكلم عن الولي، نتكلم عن الولي. الولي لما التقى بهم يحكي لنا احنا ماذا وقع علينا. الولي نتحدث عن شاب في العشرينيات. تمام، شاب في العشرينيات، لكنه الولي لكي تكون الامور واضحه، الولي لم يكن انسانا عاديا، الولي كان انسانا عبقريا. ولهذا كما قلت في كتابي حول الولي: العباقرة لا يعمرون طويلا، لهذا مات في عمره 28 سنة. الولي كان إنسان خاص. ذهب إلى هؤلاء السياسيين المغاربة وماذا طلب منهم؟ طلب منهم مساعدتنا لتحرير الصحراء. قال لتحرير الصحراء لتصبح لا لتحرير الصحراء. قال لهم بغيناكم تعاونون لتحرير الصحراء، إخراج إسبانيا من الصحراء. هم الأحزاب ما تعاملوا معنا هذه المعاملة، رفضوا مساعدتنا، رجعنا لطنطان ودرنا مظاهرات ونطلبوا تحرير الصحراء. ماذا فقعنا؟ اعتقلنا قائد مدينة طنطان وأعطانا العصا وقال لنا: يا حبيت تحرروا الصحراء روحوا الصحراء، مشيرا بيده إلى الجنوب، حرروا الصحراء. هنا المغرب ما درناش فوضى. وعلى ذلك الأساس بدأنا في التفكير للخروج نحو تأسيس البرجال، وخرجنا، وبذلك كانت لقاءنا مع القذافي، وتلك قصة أخرى. الحركة الطلابية لم يكن الكل داخلها، أتحدث عن طلبة الصحراويين، يريد الثورة. هناك من كان يريد إطارا حزبيا، إطارا سياسيا يحضر ربما لما بعد. هناك من كان يريد إتمام الدراسة كذلك في الجامعات. وتقول أن الوالي، وكان لم يبقى يعني حوله إلا تقريبا 5 أو 6 أشخاص، قال لكم: من يريد شهادات يركب على ظهرها على ظهر الجماهير بفضلها فليذهب ويبقى معه من يبقى. ألم يكن ذلك تهميشا لربما لنخبة مثقفة من الطلبة الصحراويين؟ لا هو في الحقيقة الولي بالنسبة له كان شعار: والثورة الآن أو أبدا. وعلى هذا الأساس عقد اجتماع شرق مدينة طنطان في منطقة اسمها تافسيطاتن، حضرت لها قرابة 45 شاب، كنت من بينهم، ومعظمهم من الجامعيين الذين يدرسون في الرباط. أغلب الطلبة جامعيين قالوا: لا، هذا ليس وقت ثورة، خلينا حتى نكملوا دراستنا. الولي انفجر غاضبا، قال لهم: الآن الثورة الآن أو أبدا، اللي يبغى الثورة مرحلا وسهلا، لقاؤنا في الزويرات. ومن لا يريد الثورة أو يريد أن يأخذ شهادات جامعية ليركب بها على ظهر الجماهير فليتفضل.
وخرجت الجميع، لم يبقى معه ما عدا 7 أفراد أو 8 فقط، وهم الذين انطلقوا، واثنين منهم رجعوا. هذا بيد الله رجع من برمغرين، والآخر نائب خلينا في الكركاس الشيخ ملعانين رجع قبل أن يصل الحدود الجزائرية. وبقي الآخرون هم اللي أسسوا الثورة في 10 ماي 1973 في المؤتمر التأسيسي بمدينة الزويلات. طيب نصل إلى زويرات. هنا المؤتمر التأسيسي، يجب أن نتوقف للحظات عند هذا المؤتمر التأسيسي، لأن كما قلت لم يكن الكل ملتف حول هذه الإرهاصات لهذه الجبهة. فقط لتذكير مشاهدينا، كلمة البوليزاريو هي تأتي من الإسبانية، وهي ما تقول ما تكلمت عنه منذ قليل، أي جبهة لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب. وهنا يتم خلق لجنة تنفيذية، يتم خلق مكتب عسكري، هناك مجموعة من المدنيين ومجموعة من العسكريين، لكن اللجنة التنفيذية بنفسها لا تتعدى 7 أفراد. فكيف يمكن القيام بثورة ب7 أفراد؟ وحتى المكتب السياسي فيه 21 شخص تقريبا. تماما. هو في الحقيقة لم يكن مؤتمر زويلات، لم يكن مؤتمرا، بل كان جلسة ختامية. هو كان حتى الجدل حول كيف نسميه، هل هو محطة أم هو مؤتمر تأسيسي؟ هو الجلسة الأولى للمؤتمر عقدت في طنطان، والجلسة الثانية عقدت في الزاك، والجلسة الثالثة عقدت في تندوف، والجلسة الرابعة عقدت في الزويلات 10 ماي. لهذا كان في البداية هل هذه ستكون جلسة من الجلسات أم ستكون الجلسة التأسيسية؟ فاتفقوا في إقناع أنها تكون جلسة تأسيسية، وعلى هذا الأساس تم وضع قانون أساسي، وتم اختيار تفريق المحاضرين إلى جناحين، جناح عسكري وجناح مدني. الجناح العسكري الذين يتحضرون لتفجير الثورة واستخدام السلاح ضد الاستعمار الإسباني. المدنيين هم الذين يدخلون وسط الجماهير الشعبية في المغرب وفي الصحراء وفي موريتانيا وفي تندوف ليعبوا الناس ويحضرهم للثورة. بعد ذلك تم اختيار لجنة تنفيذية. لجنة تنفيذية هي لقيادة البوليزاريو فقط. هذه اللجنة التنفيذية تتكون من 7 أفراد، ومعها مكتب سياسي. 10 منه تم انتخابهم في المؤتمر، والبقية الأخرى تم انتخاب منها 3 في طنطان، 3 في العيون، 3 في الداخلة، وواحد في السمارة، ليصبح الجميع 21. وهو المكتب السياسي. وتقول هناك ممثلين للطلبة، وأنت كنت لا، أنا تم اختياري عضو في المكتب السياسي بطنطان عن ممثل عن الطلبة. نعم. وهناك ممثل عن النساء، وهناك ممثلين عن العمال إلى غير ذلك. طيب هنا نتحدث بالفعل عن 1973. المغرب سوف يعيش مسيرة خضراء بعد ذلك لتحرير الصحراء من الإسبان. فسؤالي، أنت تم تعيينك كعضو في المكتب السياسي، عمرك هنا لا يتعدى 16 إلى 17 سنة، يعني أنك صغير السن. تماما. فكيف مرة أخرى أطرح هذا السؤال عن عمر وسن كل من يشاركون في هذه الحركة التي كانت طلابية إلى حد ما، ومع هذه الإرهاصات السياسية؟ كنا في الحقيقة مجموعة من المراهقين الشباب والصغار، ولكن كنا مليئا حماسة ووعيا ووطنية وحبا في أن نغير شيء، في أن نفعل شيء، في أن نضيء المشعل لهذا الشعب. الوالي تقول أن الوالي قال الدولة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها هي موريتانيا؟ الوالي فقط قال عن الدولة الوحيدة التي يمكن أن نعيش فيها بدون تفرقة هي موريتانيا، باعتبار أننا نحن وموريتانيا نشترك في كل شيء، في العادات، في التقاليد، في اللهجة، في اللغة، في اللباس، في كل شيء. إذن لهذا قرر أن تكون الزويرات هي النقطة الأولى لمؤتمرنا التأسيسي، لأنهم لن تكون هناك فرق، رغم أن الدولة الموريتانية وقفت منا موقف المتفرج، لا هي معنا ولا هي ضدنا. بينما في الحقيقة الولي كان يحسب بالدرجة الأولى على الثورة في ليبيا ولا الثورة في الجزائر، عنهم هم الذي يجب أن نقنعهم. طيب مطالبكم في هذه الفترة هل هي فقط إخراج الإسبان؟ هل هي الاستقلال عن المغرب؟ هل هي البحث عن حلفاء آخرين؟ ما هي المطالب في تلك الفترة؟ مطالبنا الأولى في المؤتمر الأول هو إخراج إسبانيا من الصحراء. والمطالب الثاني هو بحث عن من يساعدنا. لا بد لنا من السلاح والثورة. نحن الثورة فجرناها 10 ماي بعد الأسلحة القديمة كانت عند أبائنا في جيش التحرير. وهذه الأسلحة القديمة لا يمكن جيش التحرير المغربي، جيش التحرير المغربي، لكن لا يمكن أن هذه الأسلحة القديمة لا يمكن أن نواجه بها دولة إسبانية قوية السلاح. لهذا كان هدفنا الأساسي هو البحث عن السلاح. وتوجه الولي إلى الجزائر على أساس البحث عن السلاح، ولكن الجزائر قالت له لا السلاح، الثورة واعرة وفيها دماء، من الأفضل أن تصنعوا حزب سياسي ويناضل من الصحراء ويطالب تقليل المصير، ونحن سنقف معك في المنظمات الدولية. والولي رفض ذلك تماما وتوجه إلى القذافي. أنت تقول الولي كان يعتبر أن السلاح هو
الذي سيجعل الناس يلتفون حول الجبهة، جبهة البوليزاريو، تمام. أنه يجب إطلاق الرصاصة الأولى ليلتف الجميع حول مطالبكم. طيب سوف نتوقف عند القذافي. الوالي هنا حاول أن يستغل إلى حد ما حرب الشخصيات تقريبا ما بين بومدين الجزائري والقذافي الليبي، فانتقل بعد أن رفضت الجزائر تسليحكم، انتقل إلى القذافي وقال له: نحن نريد القيام بثورة، هل سوف تسلحنا؟ وتقول أن القذافي اقترح حتى تسليحكم عبر إرسال أسلحة على ظهر البعير عبر الطوارق. تماما. كيف تم هذا؟ في أي تاريخ تم هذا اللقاء مع القذافي؟ أولا اللقاء مع القذافي تم في 73، والذي أثار وقال لي الولي رحمة الله صدق، الذي أثار القذافي هو أنه لما اجتمع قبل أن يلتقي بالقذافي، لما اجتمع بمساعدي القذافي قالوا له: أنتم مجموعة من الشيوعيين. قال لهم الولي: لا، نحن لسنا بالشيوعيين، ولكننا لا نضع الشيوعية والإمبريالية في نفس الدرجة من الأعداء. وهذه الكلمة أثرت فيه ووصلت القذافي، واستقبلوا مباشرة. ولما استقبلوا الولي تبارك الله ما شاء الله إنسان مقنع، كلامه خطير، كسب القذافي، لأنهم كانوا لم يكونوا متباعدين في السن، كبروا من القذافي شوي، لكن كسبوا. أصبح الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يهاتف القذافي ليلا في هاتفه الشخصي بسريره في منتصف الليل. لكن هل كانت هذه رغبة من القذافي كذلك؟ لأن يعني حتى أنت قلت أنها كانت بؤرة ثورية اهتم بها القذافي لأنه يريد كذلك أن يصبح له ثقل في المغرب العربي. تمام. القذافي شاف هذا الشباب الحماسيين الواعيين، فقال: هذه فرصتي لكي أضع بؤرة ثورية في المنطقة تغير كل الأنظمة الجزائرية والمغربية والموريتانية. هذه هي فكرته في الله. لكن الولي كان ذكي منه. الولي كيف ما قلت أنت لعب على الصراع بين الزعامات. الولي استطاع أن يقرب بين الجزائر والهواري من أجل مصلحة الصحراويين، ولقاء حاسم مسعود بينهم الاثنين كان بمبادرة من الولي مصطفى السيد. القذافي أعطانا السلاح الجزائر مهيمنة على المنطقة. السلاح لم يأتي على ظهر البعير، بل لا جعل على البعير من غدامس، ومر عبر زوات وخاضت الجزائر. لكن جاءت طائرة في لا هذه المرة الثانية. هو 3 محاولات. القذافي الولي رحمة الله عليه كان يبحث عن السلاح بأي طريقة. الطريقة الأولى من غدامس على ظهر البعير إلى برج المختار، فأخذته السلطات الجزائرية. المحاولة الثانية عن طريق غينيا بيساو، هرب لنا السلاح من طريق غينيا بيساو لنا علاقة طيبة مع ليبيا، وأخذته السنغال في نهر السنغال. فلم تبقى إلا محاولة واحدة. رجع الولي للقذافي قال له: الطريقة الوحيدة تضع لي السلاح في طائرة وتطرح لي عند السفارة. قال له: يا أخي الآن وقت الإرهاب وإيلو الأسود وبادر ماينهوف والجيش الأحمر الياباني وتأخذ. أنا قال له: أنت لك ثوري وبغيت تحرر الصحراء، نحن مستعدين لتحرير الصحراء، أعطينا السلاح باش نحرر الصحراء. سوف هرب في الطائرة. وإذا تم يتم تهريب السلاح عبر الطائرة نتوقف